السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكة بلا طحين، كيكة ديال هيرنيس اللي كتجي رائعة وكتجي لذيذة في نفس الوقت، وبمقادير ديالها البسيطة وكتجي خفيفة، يعني ما فيهاش الدقيق. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وإلا عجبكم ما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء والاهل ديالكم. ندوزو المقادير. بسم الله على بركة الله. هنايا غادي نحتاجو واحد الاناء. فاش غنحتاج واحد الاناء ديال مولينكس. انا غادي نوضع فيه 4 البيضات. انا راه شويه درتني سيبورا، جاتني شويه ما بيناش. المهم عندي هنايا 4 البيضات غادي نديرهم في واحد الكاس ديال مولينكس. غادي نضيف لهم واحد الكاس ديال السكر سنيده. هنا العبار بالكاس ديال العنبه هو باش غادي نعبر معاكم. وغادي نضيف كاس ديال الزيت يكون معمر تقريبا كاس قل ربع. انا دائما الكيكه كنقص فيها الزيت باش ما كتجيش ميدمه. غادي نحتاج واحد الكاس ديال الحليب حتى هو بالعبار ديال العنبه. هنايا غادي نحتاج 2 معالق كبار ديال الكاكاو حتى هما يكونوا مغربلين. وغادي نحتاج 2 خمارات، يكونوا 2 خمارات حمرين. كلشي هادشي كامل كنوضعوه في المولينكس باش غادي نطحنوهم. وهنايا غادي نوضعوا 4 ديال هيرنيس ديال بيمو هيرنيس ديال درهم. الا درتو الكبير غادي تكتفيو غير بجوج. هنايا راني استعملت 4، هنا كيبانوا لكم 3 ولكن راني درت 4. الا درتو داك الكبير غادي تقدروا ديروا غير جوج باكيات. الا درتو هذا ديال درهم غادي تستعملوا 4 ديال الباكيات. صافي كنحاولوا نهرسوه بحال هكايا كنضيفو حتى هو على داك المكونات اللي وضعنا من قبل. المهم كتحاولوا تهرسوه في اليد ديالكم، حيت هو راه غادي تطحن في مولينكس، يعني راه ما غاديش راه ما كيبقاش كيتطحن مزيان. يعني كاملين كتوضعوا وتقدروا تستعملوا صابلي يعني اللي بغيتو، ولكن هذه كتسمى ديال هيرنيس كتجي زوينه. غير جربوها، يعني ما غاديش تبقاو تستغناو عليها، وكتجي في نفس الوقت كتجي خفيفه بزاف. صافي هنا من بعد ما وضعناهم كاملين كنوضعوهم في مولينكس، كنحاولوا نطحنوهم مزيان، يعني حتى كيبان لكم داك البسكوي راه ما بقاش، حتى كتبان لكم بان داك العناصر راه تجانسوا مع بعضياتهم وكلشي تطحن. يعني هو داك البسكوي راه ملي كيوصل داك الزيت والحليب كيفزك، صافي راه دغيا كيتطحن، راه كيدوب غير بوحديتو. يعني راه ماشي شي حاجه صعيبه. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيكه ساهله وما فيهاش مكونات بزاف، يعني مقادير بسيطه اي وحده فيكم تقدر تستعملها. حتى لاخر لحظه يجيوك الضياف راه تقدري توجديها، راه ما كتشدش الوقت بزاف ودغيا كتوجد. في هاد الأثناء هادي راه كتكونوا شعلتوا الفران يسخن من قبل. أنا دائما كندير الكيكة في الفران يكون سخون. كديروا الفران يسخن وعاد كنكملوا. هنايا غادي نحيدها انايا غنحيد داك الكيكه. انايا خديت واحد المول دائري، انا دهنته بالزبده مزيان. المهم ها نتوما انا غادي نوريكم الخليط كيفاش كيجي. راه كيجي متجانس ها نتوما، يعني ما كيجي لا جاري لا عاقد بزاف، كيجي هو هذاك يعني الخليط تاع الكيكه بحال دايرين الدقيق. ها نتوما كيف شفتوا. صافي كناخذوا هنا واحد المول دائري كندهنوه بالزبده مزيان. انا رشيت فيه شويه الكاكاو، هي من الاحسن ديروا الزبده وديروا فوقها شويه الدقيق، عاد ديروا الكاكاو من الفوق، انا بحال شويه تحرق. صافي هنا كنكبوا داك الخليط، وقلت لكم الفران راه يكون سخون من قبل، كنديروا على درجه حراره 180. صافي هنا كنكب ديك الكيكه كامله وكندخلوه الفران يطيب. يعني راه ملي كتدخلوها راه حتى كتشموا الريحه كتعرفوا بانها طابت، يعني كل وحده والفران ديالها. انا تقريبا هزت ليا شي 45 دقيقه تقريبا اللي هزت ليا، يعني نتوما وكل وحده الفران ديالها. صافي كندخلوها طيب ومن بعد نتلاقاو. وهنا من بعد ما خرجتها من الفران هانتوما كيف قلت لكم راه الكاكاو واحد شويه تحمر، ولكن من الاحسن ديروا الزبده وديروا الدقيق عاد ديروا الكاكاو. هانتوما كيف شفتوا راه كتجي خفيفه وكتجي زوينه. المهم بالنسبه للتزيين انا خديت هنايا 2 دانيت ديال الشوكولات، وتقدروا هنا تزيدوا عليه شويه الشوكولات دايب. الا ما عندكمش دانيت كتكتفيو بالشوكولات. ودائما راه التزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيزين بداكشي اللي متوفر عنده وبالحاجه اللي كيبغي هو. انا هنايا استعملت 2 دانيت ديال الشوكولات. انا تقدروا تستعملوا دانيت ديال الكراميل، تقدروا تستعملوا ثاني بيرلي.
يعني نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنا بالنسبة إلا بغيتو هذا تخفوه كتزيدوا عليه شوية شوكولات دايب. هنا أنا استعملت كاوكاو مهرمش حتى هو كيجي زوين معاه. غادي غنضيفو على داك دانيت وغادي نخلطو. هانتوما كيعطيو واحد المذاق زوين، يعني ملي كتبداو تاكلو في الكيكة كتحسوا بديك القرمشة ديال الكاوكاو، كتجي زوين صراحةً، كيجي رائع. صافي بحال هكا تنبدا نخلّط، يعني على بالي خاصني نزيد كنزيد واحد شوية، ما كانش صافي راه كتكتفيو، يعني ما تكتروش هنايا الكاوكاو باش ملي تبقاو تاكلو، يعني ما كتاكلوش غير دانيت، كتاكلو الكاوكاو كتر، ولكن ملي كديروا واحد الكمية قليلة تقريبا شي 2 معالق هكا. صافي هنايا أنا غادي نخوي داك الخليط فوق ديك الكيكة. غير جربوا هاد الكيكة راه كتجي زوينة بزاف، كنتمنى أنكم تجربوها، وإلا جربتوها خليو ليا التعاليق باش تقولوا لي كيفاش جاتكم. صافي كنحاولوا نديّعوا داك دانيت فوق ديك الكيكة كاملة، كنوزعوه على جناب في الوسط، يعني باش كتجينا هكا باش كيجي التزيين متساوي. ولا بغيتو تقدروا تزيدوا فيها شويه الشكلاط دايب، غير باش ما كتجيكمش هكا ثقيله. الا بغيتو تخفوها شويه، ما بغيتوش راه كتخليوها غير هكا، حتى داك المذاق ديالها كيجي زوين. غير جربوها، كنتمنى انكم تجربوا هاد الكيكه. صافي كنبقاو مستمرين هكا كنحاولوا نقادوها. هنايا خديت داك الشكلاط اللي داك الكاوكاو اللي كان شاط ليا، انا غادي نديرو غير هكا من الجنيبات، يعني درت لها غير تزيين عادي، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، غير تزيين عادي وخفيف، وعطاه واحد المذاق زوين هكا في الكاوكاو من الجناب حتى هو كيجي زوين. المهم انا غادي نكمل وندوزو باش نتلاقاو نشوفو الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه من بعد ما زوقتها هكايا من جناب، وداك دانيت مع الكاوكاو حتى هو جا زوين، عطى واحد المذاق رائع. والكيكه راه جات زوينه وخفيفه بزاف. هانتوما راه كلشي قدامكم، كلشي كتشوفوه، يعني مكونات ساهله وبسيطه، وحتى التزيين راه بسيط حتى هو، يعني ماشي شي حاجة صعيبة، راه حتى لآخر لحظة وتقدروا توجدوها. أنا غادي نقطّع معاكم واحد الطريف باش تشوفوا كيف هانتوما راه غير في التقطيع راه كتبان لكم بأنها خفيفة، ما كتجيش ثقيلة ولا قاصحة ولا معلكة، راه كتجي خفيفة ورطبة بزاف. هانتوما كيفاش كتجي. هانتوما شفتوا صراحة كتجي رائعة. كنتمنى أنكم تجربوا هاد الكيكة هادي، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وتخليو ليا تعاليق إلا عجبكم الفيديو، وتقولوا لي الكيكة كيفاش جاتكم إلا جربتوها. هانتوما راه كتجي خفيفة وكتجي رائعة. وإلى اللقاء مع فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.